أكرهك، أنت مقرفة. ماذا قلت للتو؟ سمعتيني. وبهذا ابتسمت وبدأت تشاهد التلفاز. بعد ذلك فقط دخلت أمي وأبي وصرخت: لن تصدقوا هذا! تستطيع بولي أن تتحدث كلمات مناسبة أيضا. ماذا؟ يا طفلتي، فاتني ذلك. ماذا قالت؟ قالت أنها تكرهني وأنا مقرفة. واو جولي، حقا؟ بدأت للتو في الحديث وتقول كلمات مقززة. يا له من هراء. أقسم. أوه اهدئي بولي، إذا كان بإمكانك التحدث فقط قولي أنا أحبك ماما. باب موغا. جعلتنا متحمسين بشأن لا شيء جولي. لا أعرف لماذا تتحولي إلى مثل هذه الشقية. يا إلهي، كنت مقتنعة أن أختي الصغيرة كانت مريضة نفسيا. ذات ليلة بحثت عن أعراض السايكوباتيين على الإنترنت. كانوا في العادة أذكياء للغاية ويستخدمون كلمات كبيرة منذ صغرهم. يبدو أن بولي تناسب الوصف تماما. بدأت تتحدث بشكل صحيح أمام الجميع. هذا زاد الأمر سوءا. عندما كنت في الصف 11 كانت بولي في 8. قرر والدي استضافة حفلة رأس السنة الجديدة. بينما كنت أرتدي ملابسي نظرت في المرآة لأرى بولي واقفة ورائي ممسكة بمقص. هاي، هذا أمر خطير، أعطني إياه. نظرت إلي بنظرة جعلتني أرتعش. لم تقولي من فضلك؟ وبعد ذلك أمسكت بشعرها الأشقر الطويل وقصته جميعه. يا إلهي، لماذا فعلت ذلك؟ أوه ستري. وفجأة بدأت شفتها السفلية ترتعش وانهمرت الدموع من عينيها. أمي، أبي، انظروا ماذا فعلت جولي. شعري الجميل، هذه مصيبة. جاءت أمي وأبي يركضون. كانوا غاضبين للغاية ولم يستمعوا إلي. نحن نعلم أنك تغاري من بولي، لكننا لم نعتقد أنك ستذهبي إلى هذا الحد. في بعض الأحيان أتساءل عما إذا كنا أخطأنا في تبنيك. في بعض الأحيان أعتقد أنني ارتكبت خطأ أيضا. معتقدة أنكما الوالدان المثاليان. كنت جالسة على الأرجوحة عندما انضم إلي شخص ما. مرحبا، هل كل شيء على ما يرام؟ لماذا أنت هنا وحدك في الليل؟ أنا أعيش على الجانب الآخر من الشارع وأنا بخير. لماذا أنت هنا؟ وانتقلت للتو إلى هنا مع خالتي في المنزل المجاور.